لا اله الا الله. طيب احنا في اليوم التاني بنحاول ايه، تلات بلحات زي ما هما فيهم لوز. المغرب لسه مأذنة، نتحرك على الجيم، نروح نصلي هناك، ناخد تمرينة او عدلي كده. اه العربية بتحدف على الناس. طيب ما خلصتش اغلب البلانز، خلصت البلان بتاعت ابويا بس وده حصل عشان امبارح حصل كام حاجه كده فسحبت دلوقتي مني كله. فما عرفتش اخلص بسرعه. فالنهارده للاسف برضه هنبقى ماشيين عشوائي، بس مش هنبقى عشوائي في الاكل، مش هحاول افضل في الاكل مظبوط. انا عندي يعني خلفيه شويه عن متوسط الاكل اللي انا باكله، ف هعرف انا اظبط الموضوع شويه. في نقطة الفطار مش زي امبارح، يعني امبارح اشتريت بقى شوية حاجات والدنيا بهوقت شوية. بس النهاردة ايه، هنحاول الموضوع يبقى يبقى في تحكم اكتر. النهارده ثاني يوم عندي تمرين بول، برضه هتبقى مع عشوائية شوية، وبرضه الانتنستي بتاعتها هتبقى هادية. فبس ده اللي حاصل. هحاول بس ايه نشغل في اي حاجة في الطريق كده، اذكار او الدعاء، آه، او شتيمة الناس، يعني مش عارف. امبارح لما رحت اجيب الحاجات بتاعه الدايت اتاخرت قوي، فاخرت على صلاه العشاء والتراويح، انا اسوديت. فان شاء الله النهارده مش هنأخر، لان انا مش هشتري حاجه تاني، وكمان نسيت المحفظه فمش عارف اشتري حاجه. هنصلي و نظبط التمرينه بتاعه البول، وبس كده، ده اللي هيتم يعني ايه الشويه اللي جايين دول. الله المعين. خلصنا صلاه. زي ما قلنا امبارح هنسخن ايه دايناميك ستريتشز، و آه وبعد كده هندخل على طول ايه ورم اب سيتس. يعني معلش انا بفتح الترايبود انتوا معايا يعني، فايه استحملونا شويه. وبعد كده هنخش ايه الورم اب سيتس، هنسخن مجاميع احماء. عايزين بس نلف الكاميرا. من امبارح مفيش قوي فتيك في العضلات، يعني حاسس ان انا تمام، يعني الوجع مش اللي هو اللي يخليني اوقف او اريح كمان يوم مثلا او حاجه. آه مش عارف انا بعمل ايه دلوقتي، بس يعني تمام. فمن امبارح يعني ايه الحمد لله الانتنسيتي ما كانش عاليه قوي، فالفتيك كان في اللذيذ منه. النهارده برضه هنمشي نفس الكلام، مش هنعلي الانتنسيتي قوي، هنخلي الانتنسيتي في اللذيذ منه برضه. عشان برضه ما نحسش بالوجع الشديد دوت على مدار بس اول اسبوع او كام تمرينه، وبعد كده نبدا نعلى برضه واحده واحده. وبس ده اللي هيتم يعني. هنسخن ونسخن برضه روتيتور كفس، عضلات الكتف، نخش مجاميع احماء للظهر. تقسمها شويه، مثلا 5 دقايق مثلا تريد ميل، 5 دقايق دايناميك ستريتشز زي اللي انت شفتها دي. ممكن برضو 5 دقايق ورم اب سيتس، وانت كده جاهز ان انت تخش تمرينتك. هناخد شكل كده، وهناخد شكل لتيبور روز. فاول شكل هنخش اول مجموعه احماء، في عندنا هنا مسمار. طيب ندخل وزن خفيف خالص، ودايما دايما حاول ان انت تخلي فيه مجاميع احماء للشكل اللي انت داخله. يعني انا داخل الشكل ده من الظهر، فخلي فيه مجموعه او 2 احماء ليه. مش محتاج تمرجح، مش محتاج تعمل اي حاجه. لا، هنا كده تمام. آه هنروح على جهاز التي بار عشان نركز على الابر باك. حاول في تمرين زي ده ان انت ما تسترتشش لتحت خالص عشان الرومبويدز بتاعتك. فانت انزل
بس حاسس ان انت نزلت وتمام اطلع، بس مش لازم تستريتش قوي لتحت. مش هتفيدك يعني. ايه ده؟ بيطربق صدرك يا راجل على بعضيه. وحش 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 وحش. طيب هناخد دلوقتي شكل للبايسبس. هناخد تبادل عادي خالص بالدمبل، اي حاجة هتعمل البو فليكشن هتشغل معاك البايسبس. لكن من الأحسن الأشكال اللي أنا بحبها إن أنت تجيب دكة زي دي كده، ومش عارف أنا هبقى ظاهر ولا لأ، بس إن شاء الله أبقى ظاهر، ولو مش ظاهر هبقى أحطلكوا دكة زي دي وتلعب عليها سنجل أرم، ولو مش ظاهر في الكاميرا هبقى أحطلكوا. الشكل ده بيديك أفضلية أعلى. كنت شايف كوتش على الانستجرام اتكلم عنها في فيديو، بس الصراحة مش فاكر اسمه. كنت عايز اديله الكريدت ولكن انا مش فاكر اسمه. خش كده ايه شكل البايسبس. كنت بلعب بال20 كيلو، ولكن طبعا بريح بالي كتير، فممكن نبدأ بداية بسيطة وبعد كده نعلى واحدة واحدة. أنا عارف إن هي هتبقى سهلة، ولكن اللي مش عايزين مش عايزين الانتنستي تبقى عالية أو الشدة تبقى عالية، فخلينا هادين واحدة واحدة عشان ما يحصلش إصابة تريحنا 3 شهور كمان. خلصنا شكل بايسبس، ناخد شكل رير ديلت أو الكتف الخلفي. هناخده على جهاز الفلاي بالشكل ده. لو انت مش متمكن حاسس ان ضهرك هيتحرك بلاش منه، بس هو شكل انا معتمده الصراحة. بالنسبة للترابيز اي شكل هيعمل شولدر اليفيجن او رفع لحن الكتف لفوق هيشغل الترابيز وشكرا. مش محتاجين 7000 شكل للترابيز. ظهري مفروض كل حاجة تمام. هتعمل شولدر اليفيجن بس الايه اللي ورا سيكا كده بس، عشان تبقى حركتك ماشية مع اتجاه الألياف. طيب احنا خلصنا برضه مش هلعب كارديو. ناخد سكوب الواي وبعد كده ايه نتحرك على طول. هنطلع علبة نسيت علبة الواي في البيت. يا الله. يلا مش مشكلة احنا كده مروحين ان شاء الله نلحق قبل العشاء. طيب احنا خلصنا. حاولنا النهارده نلعبك عشان مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس خلصت تمرين. ما لقيتش الواي، نسيته نزلته امبارح من الشنطة، فهنروح على طول. هناخد سكوبين الواي ونتحرك على المسجد ان شاء الله. طيب احنا وصلنا البيت، الأذان بيأذن. استنى بس الأذان يخلص ونتكلم سريعا كده عشان ايه نلحق الصلاة. نحط بس نجهز الشيك عشان طبعا نسيت الواي، فهجهز الشيك وبعد كده ايه نظبط الكلام ونتحرك على المسجد ان شاء الله. سكوب ونص زي امبارح برضو في المايك. مش مهم المايك فين، المهم ان انتوا سامعين يعني حتى ولو طشاش كده. فهنحط سكوب ونص زي امبارح ونتحرك على المسجد ان شاء الله، حتى ما نتحرك بيهم كده اي حاجة نلحق الصلاة. وايه انا جاهز. طيب احنا جهزنا الشيك. نظبط بس الدنيا. جهزنا الشيك هنشرب ونتحرك على المسجد ان شاء الله. وبعد ما نخلص نيجي هنا نظبط الدايت بلان ونظبط الورك اوت بلان ونمنتج الفيديوهات القديمة او الفيديو بتاع امبارح اللي المفروض خلص، فهمنتجه ونخلص البلانز وابقى كده جاهز. وممكن نظبط الدنيا مع الشباب شوية، نلعب جيم او حاجة وبس. طيب يا شباب احنا
وصلنا البيت بعد صلاة التراويح. كده المفروض دلوقتي ان انا اظبط الدبلانة. انا فطرت الحمد لله. فطرنا فتة. ولكن ايه برضه حاولت ادخلها من ضمن السعرات يعني. طب انا همشي على سعرات قد ايه؟ انا باذن الله همشي على بدايه في الدايت. همشي تقريبا على 2100 2200، ونبدا ندرج من ال 2200 دي. يبقى عندنا ايام الكارب فيها هيبقى عالي اللي هي ايام التمرين، وايام تانية اللي هي الايام الاوف او اللي مش هتمرن فيها الكارب فيها هيبقى اقل، لان احنا مش هنبقى محتاجين كمية الكربوهيدرات العالية دي في ايام الراحة. هرجع دلوقتي على الكمبيوتر ابدا اظبط موضوع التمرين والدايت بلان وبس. لو انت بتتفرج لحد هنا شكرا ان انت بتتفرج لحد هنا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناة، هي معناها سبسكرايب. معلش رجع فجأة يا يوتيوب. فهنرجع دلوقتي على الجهاز، نضلم الدنيا شوية، ايه نفكنا من الإضاءات والحوارات دي، ونرجع على الجهاز نظبط الأداء وبس كده. يلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. طيب يا شباب، خلصت. باقي تقريبا ساعة على الفجر. شربت قهوة، شربت شاي، وبرضه حاسس إن مفيش فايدة، أنا أحسن بشكل مش طبيعي. اتسحرت دلوقتي علبة زبادي معاه شوية مكسرات وتقريبا 70 جرام موز. ده كان السحور. ونشرب شوية مية. هحاول أريح شوية برضه، محاول منامش، لكن بصراحة النوم كابس عليا كبسة هباب يعني. وكمان عندي مشوار بكرة الصبح بدري، أتمنى إن أنا منعسش. أشوفكم في فلوج بكرة. هحاول في الفلوج الجاي نضيف شوية حاجات عايز نتكلم فيها، بحيث برضه نزود الفايدة أكتر. فقولوا لنا رأيكم، اقترحوا علينا لو انتوا حابين نتكلم عن حاجة معينة، ولو في أي اقتراحات تانية في التصوير في المونتاج في أي حاجة feel free في الكومنتات إن انتوا تقولوا اللي انتوا عايزينه. و stay healthy، stay فحولة، stay عتالة، stay عايز أنام. الحمد لله لحقت. مش عارف انتوا شايفين حاجة ولا لا، بس الحمد لله أنا ما نمتش ولحقت، فراح أصلي وارجع انام عشان عندي مشوار بدري. فيا رب يعني ربنا ييسر واعرف اصحى.